السلام عليكم. طبعا مشكلة كتير بيواجهها، وان انت بتبقى عايز تطبع ورق مهم، ومرة واحدة تلاقي ان الحبارة بتاعتك خلصت حبر، او الحبر اللي في الحبارة بتاعتك يعني قرب يخلص خلاص، او بتشطب وبتجيب اخرها. وبالذات لو طبعتك ما فيهاش شريحة، او طبعتك ما بتكونش فيها شاشة تدعم ان هي تديك نسبة الحبر على الصوت. ان شاء الله في الفيديو ده هعرفك ازاي تعرف اذا كانت الحبارة بتاعتك خلاص قربت تخلص حبر ولا لا. وكمان هعرفك لو انت خلاص واقف على ورق مهم والحبارة بتاعتك خلصت حبر، تعمل ايه علشان تكمل الورقتين 3 او ال10 ورقات اللي انت محتاج ان انت تكملهم. الفيديو ده مهم جدا، ما تروحش في حتة تانية واستناني بقى. اهلا بكم من جديد، رجعت لكم بعد الانترو. واول حاجه هنتكلم عنها النهارده ان شاء الله ان احنا ازاي هنعرف ان الحباره بتاعتنا خلصت حبر ولا الحباره لسه فيها حبر ومكمله معانا. الحباره بتبدا ان هي تديك تحذير لو الحباره بتاعتك او الطبعه بتاعتك بتحتوي على شريحه حبر، والتحذير ده بتقول لك تونر لو، يعني بيظهر لك على الشاشه كلمه تونر لو ديت، معناها ان الحبر خلاص قرب ينتهي، استعد ان انت تحضر طبعه تانية او حباره تانية علشان خاطر الحباره ديت خلاص قربت تنتهي. طيب لو طبعتك ما بتحتويش على شاشه وما بتدعمش شريحه، زي الطبعات ال 1005 ال 1102، اي طبعه من غير شريحه 10 18 10 20 10 10، اي طبعه موجوده من غير شاشه بتبين لنا الالارم او بتدينا تحذير قبل ما الحبر ينتهي، هنعمل ايه في الوقت ده؟ في الوقت ديت في شويه تحذيرات كده الحباره بتطلعهم معاك على الورقه. يعني ايه؟ يعني حضرتك هتعرف من خلال الورقه اللي طبعها لك، اول ما تلاقي الورقه جه فيها جزء باهت يبقى خلاص اعرف ان الحباره ديت قربت تنتهي حبر. يعني ايه الكلام ديت؟ يعني تلاقي مثلا نص الورقه باهت والنص التاني تلاقي الكتابه فيه زاهيه والاحبار سليمه والحبر سليم والورق باين كويس والكلام بالاسود كويس وما فيهاش اي مشاكل كده، يبقى ديت رساله تحذيريه من الحباره ان انت خلاص كده ابدا غير الحباره او روح املى حبر. طيب في حاجة تانية بتبين مبدئيا؟ لا، يعني ديت أكتر حاجة بتبين لك، لأن خلاص هي بعد كده هتبدأ بدل البهتان ديت يبقى مثلا نص الورقة تلاقيه فضى حبر، أو مفيش كتابة في نص الورقة، أو في أي حاجة باينة في نص الورقة، وتلاقي على الجنب اليمين والجنب الشمال في الكتابة واضحة وزاهية وما فيهاش أي مشكلة. طيب في الحالة ديت أنا هعمل إيه؟ بص يا سيدي، هو في حل ان احنا ممكن نعمله بحيث ان انت لو واقف على ورق مهم ممكن اللي هي تسعفك في الوقت ديت وتعمل لك مثلا ورقتين 3 5 ورقات، ممكن 10 ورقات على حسب بقى كمية الحبر المتبقية في خزان الحبر. طب ايه هي الحل ديت يا باشمهندس؟ الحل ان حضرتك بتطلع الحبارة ترجها كده لحد اما تشتغل معاك تاني، هتفصل تاني منك هترجها برضو كمان رجة ولا حاجة لحد ما تفصل معاك تاني. والطريقة زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، ببقى ماسك الحبارة بالطريقة دي وهزها كده زي ما انتم شايفين كده، اهزها لحد ما الحبر احس ان في حبر مشي فيها من جوه. طيب اعمل كده كم مره؟ هما مرتين بالكتير قوي، لان شويه الحبر او نسبه الحبر اللي بتبقى موجود في نهايه الحباره مش هتكفيك عدد ورق كتير، يعني هما 15 ورقات بالكتير اللي هي هتسعفك في الوقت ديت ان انت تخلص الحاجه اللي انت عايز تطبعها وواقف عليها. مهم جدا ان انت تطبعه لحد ما تروح تشتري حباره تانيه. وبكده نكون عرفنا ازاي نعرف ان الحبر انتهى في حبارتنا، ونعمل ايه لو الحبر انتهى وواقفين على ورق مهم. ان احنا عجبكم الفيديو ما تنسيش تدعموا القناه باللايك والاشتراك. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.